أكد الشيخ إسماعيل عبد الباري مقرر هيئة علماء اليمن ورئيس الهيئة بمحافظة الحديدة أنه لا جهة ستستفيد من أي حرب تريدها ميليشيات الموت لتوريط اليمن في الاقتتال. من الممول؟ من المستفيد؟ من الخاسر؟ من الدافع؟ هؤلاء هم المستفيدون. أنتم يا من يريد الاحتراب والاقتتال والافتراق والاختلاف أكبر خاسر مهما كانت النتائج تظنوها لصالحكم. وأشار الشيخ إسماعيل عبد الباري في خطبة الجمعة أن هذه الجموع خرجت في حر الظهيرة وهجيرها رافضة سفك دماء اليمنيين. يا من يريد الاعتداء على اليمن، خرج الناس في حر في القيظ والصيف الشديد يرفضون الدماء، يرفضون القتل، يرفضون سفك الدماء، إزهاق الأرواح والأنفس، يرفضون اضطراب الأمن والاستقرار. ودعا خطيب جمعة الاصطفاف من أجل السلام كافة القوى الوطنية المختلفة المشاركة في الاصطفاف من أجل حماية أرواح اليمنيين الطاهرة. أن تشارك في الاصطفاف من أجل أمن البلاد واستقرار البلاد وأرواح اليمنيين، فإن الأرواح والدماء والأنفس والأمن والاستقرار في يمن الإيمان معصوم محرم الافتئات عليه أو النيل منه.